الموضوع ده خلي بالك موضوع مهم جدا 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 وحساس جدا وفي غاية الخطورة. أنا بسمع ناس كتير جدا لما بتيجي تتكلم عن ثروة أهلها بتتكلم إن دي فلوسها هي، إن ده حقي، إن ده نصيبي، إن ده ورثي، وهم لسه عايشين. مينفعش. في فرق ما بين فلوس أبويا فلوس أمي، وفي فرق ما بين إن دي تركة. هم لسه على قيد الحياة، هم لسه على قيد الحياة، فدي مش تركة، فأنت مالكش فيها حاجة، دي فلوسهم. ما ينفعش تيجي تحاسبه أو تتكلم على فلوسه أو حاجته إن ده نصيبك. نصيبك فين؟ دي حتى اسمها تركة، يعني بتبقى مات عنها صاحبها وتركها، تركها، بقت تركة. طول ما صاحب المال عايش اوعى يجي على بالك ان دي فلوسك، دي فلوسه هو او فلوسها هي. اوعى تفكر بالاسلوب ده، ده في قلة حياة معاهم. بالبلدي كده انت مش هتورثهم بالحياة، زي ما بيقولوها بالبلدي، انت مش هتورثهم بالحياة. طول ما هم عايشين المال مالهم. في فرق ما بين الاموال الملك والتركة. لما تبقى تركة تدور على حقك، اما طول ما صاحب المال عايش اوعى تتكلم او تفكر ان ده حقك. خلي بالنا من الموضوع ده كويس جدا، لان انا الموضوع بقى يعني فج، بقى منتشر بفجاجة. واسمع كتير في اذاعة القرآن الكريم ناس كتيرة بتتصل وتسأل في نقط ان اصل اخويا اصل اختي اتفق مع ابويا اتفق مع عمي انه يعمل له كذا من نصيبه في الميراث. طب ما هو اصلا عايش ومن حكم في ماله ما ظلم. خلي بالكم النقطة دي كويس جدا.